السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي سنة أولى إعدادي. النهاردة جاي لكم بدرس جديد في أول درس في الوحدة الثانية بعنوان عصر الدولة القديمة، عصر بناة الأهرامات. مستر الوحدة الثانية عندي 3 دروس بنتكلم عن مصر الفرعونية، وهنبدأ نعرف كل حاجة عن كل درس. يلا بينا عشان ما اطولش عليك، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير لكل اصحابك اللي في سنه اولى اعدادي علشان يستفادوا من الشرح الجميل ده. يلا بينا يا شباب، ما تنساش الاشتراك طبعا. يلا بينا. عندي اول درس يا مستر بيتكلم عن عصر بناة الاهرامات او عصر الدوله القديمه. ده الدرس الاول هنعرف فيه بقى عن الدرس دوت. اولا هنعرف خصائص عصر الدوله القديمه. ثانيا نعرف هو الاسم ده عصر بناة الاهرامات ده سميناه ليه. بعد كده نعرف الملوك اللي عاشوا في الفترة دي في العصر دوت، وكمان ايه الأعمال بتاعتهم، وفي الآخر نعرف خصائصه ايه وتواصله مع قارة أفريقيا، ونعرف عصر الاضمحلال اللي هو عصر الضعف. يلا بينا عشان ما اطولش عليك. قال لي يا مستر عصر الدولة القديمة بيبدأ إن أنا عندي عصر قبليه اسمه عصر العتيق. العصر العتيق يا مستر ماله العصر العتيق دوت؟ العصر العتيق ليه اسم تاني. اسم تاني يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا في اسم للعصر وهنعرف الاسم التاني بتاعه. عصر العتيق دوت اسمه عصر البناء والتأسيس. بص كده، العصر العتيق يا مستر اسمه عصر البناء. تعال نجيب القلم. اهو يا مستر اسمه عصر البناء والتأسيس. ده مين دوت؟ اسم العصر العتيق. اثبت بقى. طيب عصر البناء والتأسيس ده يا مستر، واحد يقول لي بما تفسر؟ احنا سميناه عصر بناء التأسيس ليه؟ أو البناء والتأسيس ليه؟ أقول له تعالى، لأنه بدأ بتوحيد الملك نعرمر اللي هو مينا لمملكتي الشمال والجنوب، وتأسيس عاصمة جديدة، عاصمة مصر الموحدة اسمها من نفر. من نفر. بعد كده بتتنطق، بعد كده تتنطق منف. طب حلو. قال لي يا مستر ده كده أول حاجة عرفناها في العصر العتيق. لماذا سمي بعصر البناء والتأسيس؟ لأنه بدأ بتوحيد الملك مينا نعرمر لمملكتي الشمال والجنوب، وتأسيس عاصمة مصر الموحدة اللي هي مدينة من نفر. طيب خصائص عصر العتيق بقى يا مستر، وعلى فكرة هتنسى إن ده تمثال للملك مينا وهو لابس التاج الأبيض لأنه من مدينة طيبة. طب حلو. قال لي إيه هي خصائص العصر العتيق؟ خصائص العصر العتيق 3 خصائص. 3 خصائص. أول واحدة فيهم هي الاستقرار وتحقيق الأمن. إن العصر دوت كان فيه استقرار، ما كانش فيه حروب كتير، وكان فيه أمن. فواحد يقول لي يا مستر بما تفسر؟ لماذا؟ ليه يا مستر؟ إحنا بما تفسر عندنا يعني باللغة العامية بتاعتنا ليه؟ ليه يا مستر عصر العتيق أول حاجة فيه كان استقرار وتحقيق الأمن؟ قلت له سهلة جدا، بسبب اهتمام ملوك العصر العتيق. اهتموا بقى الملوك دول، اهتموا بتأمين حدود مصر وبناء الحصون. تأمين حدود مصر وبناء الحصون، هو يعني ايه كلمة حصن دي يا مستر؟ ده بناء حربي كده بندافع بيه عن بلادنا من الأعداء اللي بيجوا يهجموا علينا. فقال لي يا مستر أول حاجة عصر العتيق أول خاصية فيه الاستقرار وتحقيق الأمن. فبقول لك بما تفسر، فأنت تقول لي بسبب اهتمام ملوك العصر العتيق وتأمين حدود مصر وبناء الحصون. دي أول خاصية أو أول ميزة في العصر العتيق. تاني ميزة يا مستر قال لي الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية. فواحد يقول لي يا مستر ازاي يعني اهتموا بالأنشطة الاقتصادية؟ يعني مش فاهم يعني ايه؟ قلت له تعالى اثبت لك ان المصريين القدماء في العصر العتيق اهتموا بالانشطه الاقتصاديه. يلا تعالى معايا. قال لي اولا اهتموا، بص اهتموا بالطرق الصحراويه لتامين التجاره الماره به. يعني ايه يا مستر؟ كان الطرق الصحراويه بيمر فيها تجاره، فكان الناس اللي هي قطاع الطرق البلطجيه يطلعوا يثبتوا التجاره. اثبت انت ولا ادفع اللي معاك، مش هنسيبك يوم، واخدين منهم كل التجاره بتاعتهم ويذبحوهم. قال لك لا، في العصر العتيق الملوك دول اهتموا بتأمين الطرق الصحراوية لتأمين التجارة المارة به. تاني حاجة السيطرة على المنطقة الواقعة في جنوب الجندل الأول. لا استوب يا مستر، يعني ايه كلمة جندل؟ يعني ايه كلمة الجندل الأول؟ الجندل دوت هي مجموعة صخور في وسط النيل. ادي النيل اهو. ادي النيل اهو يا مستر. بيبقى فيه بقى في مجموعة صخور كده في المية بتمنع
ان المراكب ان هي تعدي، فقال لي يا مستر هي دي كده اللي اسمها الجنادل، فالجندل هي صخور في وسط الماء. طب حلو ده. فبيقول لي يا مستر ايه اللي حصل؟ تاني حاجه بتدل على الاهتمام بالانشطه الاقتصاديه السيطره على المناطق الواقع عند الجندل الاول من اجل التجاره، برضه بنسيطر عليها عشان هناك يبقى في تجاره يا مستر. طب زي الفل. تالت حاجه استغلوا، استنى تعال نغير اللون. تالت حاجة يا مستر استغلوا المناجم ومحاجر سيناء. مستر يعني ايه كلمة منجم؟ منجم ده ممكن يكون جبل نطلع منه ذهب أو نحاس أو فضة. طب يعني ايه كلمة محاجر؟ جاية من كلمة الحجارة، يعني جبال بناخد منها رخام، حجارة نبني بها الأهرامات. يبقى تالت حاجة علشان نقول اهتموا بالأنشطة الاقتصادية قلت له استغلوا المناجم ومحاجر سيناء. طب تعالى كده يا مستر نقولهم تاني. بص كده مستر ملوك العصر العتيق اهتموا بالانشطه الاقتصاديه، فبقول له ازاي؟ قال لي اولا حيث اهتموا، بص حيث اهتم مملوك هذا العصر بايه؟ بالطرق الصحراويه لتامين التجاره المره بها. اثنين السيطره على المنطقه الواقعه بين جنوب الجندل الاول، وعرفنا يعني ايه جندل من اجل التجاره برضه. ثلاثه استغلال المناجم ومحاجر سيناء. قال لي يا مستر دي تاني ميزه من مميزات العصر العتيق اهو. عصر عتيق عنده واحد، وتاني ميزه، تالت ميزه. فالميزه الثانيه بيقول لك يهتموا بالانشطه الاقتصاديه عشان الثلاث حاجات دول، الطرق الصحراويه، السيطره على المناطق عند الجندل الاول، وكمان طيب قال لي يا مستر ثالث حاجه بقى في العصر العتيق اهتمام الملوك بالعماره. ايه كلمه العماره دي؟ العماره يعني المباني البنى، اهتموا بيها ازاي؟ قال لي يا مستر خاصه في مقابر الملوك. قلت له عملوا ايه يعني؟ قال لي المقبره كانت زمان عباره عن حفره تحت الارض، لا بقت حجره دفن من الحجر الجيري ويعلوها مصطبه من الطوب اللبن. مش فاهم يعني زمان ادي الارض اللي احنا بنمشي عليها كانت ايه؟ المقبره هي عباره عن حفره والميت بينام هنا، وبعد كده اهو يردموا عليه هنا اهو خلاص كده. طوروها بقى في العصر العتيق ان هي يا مستر لا ده بقت ايه؟ ده بقت عباره عن حجره تحت الارض، برضك الملك نايم اهو ومدفون هنا، وتعلوها مصطبه. قال لي بقى في فوق مصطبه من الطوب اللبن. بص كده يقوموا بانيين مصطبه كده من الطوب اللبن. ده كده تطور العمارة في عصر العتيق، ان هي تحولت من مجرد حفرة تحت الارض الى حجرة من الحجر الجيري من الطوب اللبن يشبه المصطبة. طيب قال لي يا مستر دي خصائص العصر العتيق وكده خلص العصر العتيق. سمي بعصر البناء والتأسيس لأنه بدأ بتوحيد الملك مينا العرمة لمملكتي الشمال والجنوب وتأسيس عاصمة مصر الموحدة مدينة منفر. طيب اثنين ايه هي الخصائص بتاعته؟ عندي 3 خصائص يا مستر. أول حاجة الاستقرار والأمن، تاني حاجة الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية، تالت حاجة الاهتمام بالعمارة خاصة مقابر الملوك. طيب نخش بعد كده على عصر الدولة القديمة. احنا هنا الملوك بتاع العصر العتيق هو الملك مينا بس اللي اتكلمنا عنه. عصر الدولة القديمة بقى أول حاجة نعرف هو ليه اسم تاني اللي هو عصر بناة الأهرامات، هنعرف ليه، وكمان الملوك بتوعه. يلا بينا. قال لي عصر الدولة القديمة دوت يا مستر هو عصر بناة الأهرامات وبيتكون من 4 أسرات. إيه ده يا مستر ثانية واحدة؟ 4 أسرات؟ من الأسرة الثالثة حتى السادسة، يعني الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ادي 4 اسرات همت. ايه ده؟ امال الاولى والثانيه فين؟ ما انا ما قلتلكش، ده العصر العتيق بيتكون من الاسره الاولى والثانيه اهو. طب زي الفل. يبقى عصر الدوله القديمه يا مستر بيتكون من الاسره الثالثه والرابعه والخامسه، يعني 4 اسرات. طب حلو مستر سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات بما تفسر. هم ليه سموا عصر الدولة القديمة عصر بناة الأهرامات؟ قلت له علشان الملوك بتوع العصر دوت
اهتموا ببناء المقابر بتاعتهم على شكل اهرامات. بص الاجابه اهو. سمي عصر الدوله القديمه بعصر بناء الاهرامات ليه؟ هقول له بسبب اهتمام ملوكه ببناء مقابرهم على شكل اهرامات. يبقى ده بما تفسر سمي عصر الدوله القديمه بعصر بناء الاهرامات بسبب اهتمام ملوكه ببناء مقابرهم على شكل اهرامات. طب الخصائص بقى بتاعت عصر الدوله القديمه، المميزات بتاعت العصر دوت، قال لي تعالى نشوفها. قال لي هم 4 يا مستر المره دي. 1 الاستقرار، بس مش هتكلم عنه حاجه تانيه. 2 تطور العماره. طب يا مستر ثانيه واحده، هي العماره في العصر العتيق كانت مجرد اتطورت من حفره لحجره تحت الارض وفوقيها مصطبه. طب في عصر الدوله القديمه لا 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 لا، ده يا مستر في عصر الدوله القديمه، تعالى عايزين نجيب حته نرسم فيها. قال لي بدل ما كانت حجره تحت الارض تعلوها مصطبه، لا ده اتطورت وبقت ايه؟ ده بقت حجره تحت الارض وتعلوها 6 مصاطب. زي هرم زوسر المدرج، وده كان شكل. وبعد كده يا مستر بقت هرم كامل. هرم كامل يعني ايه؟ يعني اهو هرم كده ويبنوه، فاتطورت بدل ما كانت بقت هرم كامل يا مستر. يبقى تطور العماره في عصر الدوله القديمه ازاي؟ اهو بص، اصبحت تطورت من حجره يعلوها مصطبه اهي الى عده مصاطب اخذت شكل هرم مدرج زي هرم زوسر اهو، وكمان ثم وصلت الى شكل الهرم الكامل زي هرم خوفو اهو. اهي يا مستر حتى هنا الصوره اهي اهو، يعلوها مصطبه ادي 6 مصاطب وادي هرم كامل. طب زي الفل. دي تاني ميزه. تالت ميزه براعه الفنان المصري القديم، حيث برع في فن النحت. ادي 1 مستر برع في فن النحت. ايه ده يعني؟ بينحت التماثيل. قال لي عمل تماثيل للملوك، عمل تماثيل للنبلاء، عمل تماثيل في وضعيه جديده للكاتب المصري. طب تعالى نشوف الكلام ده اهو. قال لي يا مستر اولا حيث استخدم المواد المختلفه من الحجر والعاج والاخشاب، واهتم بنحت تماثيل الملكيه. فتيجي الحته دي يقول لك بما تفسر ليه الفنان النحات المصري نحت تماثيل للملوك. الاجابه هي بص بص بص، لاعتقاده في قادسيه الملك. دي الاجابه. طيب وعمل تماثيل تانية للنبلاء زي النبيل قعبر او قعبر. النبيل قعبر او قعبر، وهو حاليا يعرف بشيخ البلد اللي هو ده يا مستر تمثال اهو، تمثال من الخشب. طيب تالت حاجه عمل تماثيل في وضعيه جديده زي تمثال الكاتب المصري اللي هو اسمه حيسي رع. ماله ده؟ قال لي يا مستر اهو عمل تماثيل في وضع الجالس، واظهر دقته ومهاره الفنان المصري القديم وتقديره لمكانه الكاتب في المجتمع. ان الكاتب ده ليه مكانه عاليه جدا. بس استنى كده، ده احنا بص ده عندنا على ال 200 جنيه محطوط عليها حيسي رع اهو، على ال 200 جنيه حيسي رع لمكانته العاليه على اعلى ورقه في البلد. طيب حلو. قال لي يا مستر وتاني حاجه برع في فن النقش، حيث ايه؟ ظهرت النقوش البارزه على الاسطح الصلبه. يعني ايه نقش بارز؟ يعني الحيطه ايه؟ هو طالع منها بارز عنها مش جواها. يعني مثلا لو لو نحت تمثال في الحيطه يبقى ايه؟ طالع من الحيطه كده. طب حلو ده. قال لي يا مستر وفي فن الرسم ادي 3 فنون هم، حيث استخدموا الالوان لتصميم الصور الجداريه على جدران المعابد. يبقى يا مستر تالت حاجه براعه الفنان المصري القديم. فالفنان عندي برع في فن النحت 1، في فن الرسم النقش 2، في فن الرسم 3. رابع ميزه من مميزات عصر الدوله القديمه ازدهار الادب. ازدهار الادب هو ايه؟ يعني ايه ادب؟ يعني عكسه قله الادب يعني يا مستر ولا ايه؟ مش عارف يعني بتهزروا ولا ايه؟ لا، انا عندي الادب في التاريخ المصري 4 انواع. في ادب ديني، ادب قصصي، ادب تهذيبي، وادب مديح. انت اللي جه عندك في اولى اعدادي الادب الديني. طيب قال يا مستر ازدهار الادب في عصر الدوله القديمه خاصه الادب الديني.
مثل نصوص الاهرام او متون الاهرام. هي الحاجه، نصوص اهرام هي متون الاهرام. طب يا مستر ثانيه واحده، هو يعني ايه نصوص اهرام؟ يعني ايه متون الاهرام؟ عايز افهم يعني ان شاء الله. طب قلت له تعالى بص بص بص، هي مجموعه نصوص دينيه، مجموعه نصوص دينيه نقشت بالخط الهيروغليفي. طب حلو ده، فين بقى؟ يعني ايه مجموعه نصوص دينيه نقشت بالخط الهيروغليفي؟ نقشت فين؟ على جدران الحجرات الداخليه للاهرام. جدران الحجرات الداخليه للاهرام. طيب قال لي يا مستر دي كده خصائص عصر الدوله القديمه. تعالى بص كده نشوفهم تاني. قال لي يا مستر اهو، ما تنساها لك عشان تعرفها اهو، 4 خصائص. الخاصيه الاولى الاستقرار. الخاصيه الثانيه تطور العماره، وعرفنا بدل ما كانت مصطبه 6 مساطب الهرم. الخاصيه الثالثه براعه الفنان، وعرفنا الفنان في النحت والنقش والرسم. الخاصيه الرابعه ازدهار الاداب. دي كده يا مستر خصائص عصر الدوله القديمه. يلا بينا بقى نروح نشوف اشهر الملوك. تعالى لي اشهر الملوك. بص يا صاحبي، ملوك عصر الدوله القديمه، عند الملك زوسر، وعند الملك سنفرو بنسميه بابا سنفور، وعند الملك خوفو، والملك خفرع، والملك اوسر كاف، والملك اوناس. طب حلو ده يا مستر. يلا بينا نعرف كل واحد من دول ايه الاعمال بتاعته، عمل ايه يعني اعماله. تعال نشوف. قال لي الملك زوسر ماله ده؟ مؤسس الاسره الثالثه. الملك زوسر هو اللي اسس الاسره الثالثه. فاكر لما قلنا العصر عتيق في العصر الاولى والثانيه بس، وعصر الدوله القديمه بدا من الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، اهو ده بقى اللي بدا في الاسره السادسه، الاسره الثالثه. فاول حاجه تعرفها عن الملك زوسر اللي هو الراجل الجميل ده. بص بيبص لك ازاي، اوعى تبص له ولا يجيب لك امتحان. قال لي يا مستر مؤسس الاسره الثالثه، ده اول حاجه تعرفها عنه. تاني حاجه صاحب هرم زوسر المدرج اللي في منطقه سقاره في الجيزه، والذي يتكون من 6 مساطب مختلفه الحجم مدرجه يعني. يبقى يا مستر يعرف هرم زوسر مدرج ليه؟ بما تفسر لانه يتكون من 6 مساطب مختلفه الحجم مدرجه اهو، مصطبه 2 3 4 5 6. طب حلو ده. قال لي يا مستر اوعى تنسى يجيلك في اختر يعد صاحب اول بناء حجري ضخم في التاريخ. اول واحد عمل هرم حجري هو الملك زوسر. اول بناء حجري ضخم في التاريخ كان الملك زوسر. هل زوسر اللي عمله بنفسه؟ لا، ده الوزير بتاعه كان مهندس اسمه ايموحوتو. الوزير ايموحوتو. طيب يبقى كده الملك زوسر خلص او الملك خلص. قال لي انا الملك زوسر مؤسس الاسره الثالثه، وعملت اول بناء حجري ضخم في التاريخ اللي هو هرم زوسر المدرج اللي في منطقه سقاره، وسميناه مدرج ليه؟ لانه بيتكون من 6 مساطب مختلفه في الحجم. طيب خلص الملك زوسر وخلصت مع الاسره الثالثه. هيجي واحد تاني يؤسس اسره جديده، الاسره الرابعه. قال لي الملك سنفرو. ملك ايه؟ ملك سنفرو. ماله ده؟ مؤسس الاسره الرابعه. ادي اول حاجه تعرفها عنه. تاني حاجه كان بيطلق عليه الملك المحسن المحبوب. الملك المحسن المحبوب نشوفه كده. الملك سنفرو، الملك المحسن المحبوب جه اهو. الملك المحسن المحبوب جه اهو. ايه ده؟ خد اهو. انتوا بتسموه الملك المحسن المحبوب ليه؟ ايه ده؟ هو اي حد تسموه اي حاجه؟ قال لي لا يا مستر، احنا بنسميه الملك المحسن المحبوب. بما تفسر؟ تعالى اقول لك. بص بص بص، لانه ملكا عظيما عادلا في رعايته. ادي الاجابه ايه. يبقى لذلك لقب بالملك المحسن المحبوب. طب حلو. وازدهرت مصر في عهده اجتماعيا تجاريا فنيا وعمرانيا. طب يا مستر ايه الاعمال بتاعت سنفرو؟ عمل ايه يعني؟ قال لي اولا ارسل بعثه الى حدود مصر لتامين الحدود، ليعيد الامن هناك. ارسل حمله الى حدود مصر الجنوبيه، ادي اول حاجه عملها عشان يامن الحدود بتاعتها. تاني حاجه بعت اسطول بحري، واسطول بحري ده مجموعه سفن، مجموعه سفن كده مكون من 40 سفينه الى فينيقيا. ليه؟ بما تفسر؟ بما تفسر سنفرو ارسل 40 سفينه لفينيقيا. ليه؟ فينيقيا دي اوعى تنسى ان هي بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والاردن. قال لي يا مستر لاحضار اخشاب. ما اسمهاش الارز، انا عارفك قاعد جعان دلوقتي، اسمها الارز اهي، الارز. طب حلو يا مستر. خلص الملك سنفرو. يبقى انا الملك سنفرو مؤسس الاسره الرابعه،
وبيسموني الملك المحسن المحبوب. عارف ليه؟ علشان الراجل عادل في رعايتي وحكمي، ما بظلمش حد. وكمان بعت حمله لتامين الحدود في الجنوب، وبعت 40 سفينه لبلاد فينيقيا لجلب اخشاب الارض. يلا باي باي يا اصدقائي، نخش على الملك الثاني اسمه الملك خفرع. خوفو اهو. ملك يا عم خوف. قال له يا مستر بعد اذنك انا حملت هرم خوف. يلا ايه رايك؟ ايه رايك في الاعمال بتاعتي؟ سهله وجميله اهي عشان تحفظوها. عمل اهم اعماله شيد الهرم الاكبر اللي هو هرم خوف. طب حلو. بناه فين؟ على هضبه الجيزه، والذي يعد عملا معماريا يدل على عبقريه ايه؟ الانسان المصري، لانه من عجائب الدنيا السبعه. تعرف ان هرم خوفو ده الهرم الاكبر ده من عجائب الدنيا السبعه؟ طيب قال لي يا مستر وتاني حاجه عمل زي باباه، اصل خوفو ده ابن سنيف، وعمل ايه؟ ازدهرت في عهد التجاره خاصه مع مين؟ مع بلاد فينيقيا. يبقى الملك خوفو عمل حاجتين. قال لي يا مستر عمل الهرم الاكبر اللي هو هرم خوفو، وتاني حاجه ازدهرت التجاره في عهده لما عمل تجاره مع بلاد فينيقيا زي ابوه اللي هو سنيف. اوعى تنسى طبعا ان هو تاني ملك في الاسره الرابعه. طب حلو. قال لي بعد كده نخش على الملك خفرع. قال يا مستر انا الملك خفرع عملت حاجتين. عملت هرم باسمي اسمه هرم الملك خفرع او الهرم الاوسط. تاني حاجه عملت ابو الهول اللي قاعد هناك ده. مال ابو الهول ده؟ خد يا خفرع هنا. انت عملت ابو الهول ليه؟ قال لي خد بالك انا عامل ابو الهول ده عشان يحمي المقبره بتاعتي. قلت له طب خد تعالى هنا اقول لك. هو معمول، انا شايفه معمول على جسم اسد وراس انسان. ممكن تقول لي ليه؟ ممكن تقول لي الحكمه في كده ايه؟ قال لي بص على جسم اسد ليدل على القوه قوي، وراس انسان ليدل على الحكمه. فهمت كده؟ طيب قال لي يا مستر بص اهو. الملك خفرع عمل ايه؟ امر اللي هو صاحب الهرم الاوسط اللي هو هرم خفرع. طيب وامر بنحت تمثال ابو الهول الذي يظهر براس انسان. يظهر براس انسان ليه؟ ليدل على القوه العقل والحكمه. وجسم اسد ليه؟ ليدل على القوه. طب حلو يا مستر. قال لي بقى في سؤال مهم جدا في عهد الملك خفرع، بيقول لك وصل فن النحت الى قمته. كان النحاتين وصلوا لاعلى حاجه، كانوا جامدين قوي في عهد الملك خفرع. ليه بقى؟ اثبت لي ازاي. كلمه دلل يعني ازاي. كلمة دلل يعني ازاي؟ اثبت لي ان الملك خفرع في عهده النحت وصل كان جامد قوي واعلى قمة. هقول له حيث استطاع الفنان المصري القديم يعمل ايه؟ عمل ايه الفنان المصري القديم؟ استخدام اصلب انواع الحجارة. عارف يعني ايه اصلب انواع الحجارة؟ يعني ما بتتكسرش بسهولة، صعبة جدا انك تقدر تشكلها. في عهد الملك خفرع شكلناها. قال لي يا مستر من الحجر في ناحية التماثيل مثل حجر الديوريت. هتلاقي حد بينطق يقول لك الديوريت، حد تاني بيقول لك الديوريت. ما عندناش مشكله، اهم حاجه تعرف المعلومه يا زميلي. تمام؟ يلا بينا. يبقى يا مستر دلل وصل فن النحت في عهد الملك خفرع الى قمته. هقول له حيث استطاع الفنان المصري القديم استخدام اصلب انواع الحجاره في نحت التماثيل زي حجر الديوريت. طب زي الفل. ده كده الملك خفرع. المفروض يجي لي ايه؟ منقورع. قال لك لا، منقورع ده عمل هرم كده 66 متر وكان ملك ضعيف فمش هنتكلم عنه. فيلا نتكلم على سقوط الأسرة الرابعة. الأسرة الرابعة سقطت؟ قال لي يا مستر كهنة الإله رع هم السبب في إسقاط الأسرة الرابعة. بص كده، بما تفسر سقوط الأسرة الرابعة. هقول له والله يا مستر لأنه في نهاية الأسرة الرابعة زاد نفوذ كهنة الإله رع إله الشمس. مين الكهنه دول يا مستر؟ اللي هم رجال الدين، اللي هم ايه؟ بيقعدوا في المعابد، بيحموا المعبد ويعملوا الخدمه بتاعته. واستطاع كبيرهم اسمه اوسركاف الى الوصول لحكم مصر. تاني يا مستر بما تفسر سقوط الاسره الرابعه. قال لي لانه في نهايه الاسره الرابعه زاد نفوذ كهنه الاله الشمس اللي هو اله رع، حتى استطاع كبير الكهنه اللي اسمه اوسركاف عمل ايه؟ الوصول الى حكم مصر. فاسقط الاسره الرابعه وهو عمل اسره جديده، الاسره الخامسه. طب يعني ايه اسره اصلا؟ اسره حاكمه، يعني الملك بيحكم ولما بيموت ابنه بيحكم كده يعني. طيب قال لي يا مستر نخش على الملك اوسركاف. هو اوسركاف دوت عمل ايه؟ قال لي اولا هو كبير كانت لله رع. مستر
أسر كاف ده كبير كانت لا رع مؤسس الأسرة الخمسة. طب حلو، عمل ايه بقى؟ ايه اعماله؟ بص يا صاحبي، اولا امر بتشييد مسلات ضخمه. خد بالك المسله دي بتبقى عباره عن برج كده او مربع، يعني مربع من تحت ايه، وبتبقى من فوقها هرم كده، هرم صغير بنقول عليها دي المسله. بص كده تلاقي بيبقى مرسوم عليها خراطيش بقى شكل النسور ومش عارف ايه، دي كده يا مستر بتبقى المسله، شكل المسله. وعمل معابد الشمس المكشوفه في منطقه اسمها ابيصير في الجيزه. يبقى الملك اوسركاف عمل ايه؟ عمل حاجتين، امر بنحت المسلات الضخمه وامر ببناء معابد الشمس المكشوفه في ابيصير في الجيزه. حلو، خلص الملك اوسركاف ده اول واحد في الاسره الخمسه، مؤسس الاسره الخمسه. بعد كده يجي لك اخر واحد في الاسره الخمسه، الملك اوناس. الملك اوناس دوت يا مستر اخر ملوك الاسره الخمسه، ده اخر ملك فيها. طب حلو، قال لي عملت ايه؟ قال لي يا مستر انا اول واحد كتبت نصوص الاهرام على حجره الدفن الداخليه للمقبره بتاعتي. خد بالك يا مستر، عارف انا عملتها ليه؟ علشان تحميني في العالم الاخر. قلت له طب احنا المصريين دلوقتي استفدنا ايه من نصوص الاهرام اللي انت كتبتها دي اصلا؟ قال لي يا مستر انتوا كمصريين هتستفيدوا منها ايه؟ ان هي هتقدم لكم معلومات دقيقه جدا عن المعتقدات الدينيه عند المصريين القدماء. قلت له تعالى نشوف. بص كده، قال لي يا مستر يعد اول من كتب نصوص الاهرام على جدران حجره الدفن بتاعته. قلت له يا كينج انت كتبتها ليه؟ قال لي بهدف حمايه الملك في الحياه الاخرى. طب حلو، ثم انتشرت بعد كده بين الملوك والملكات. لقينا بعد كده الملوك والملكات بيقلدوه بقى. ايه ده؟ طب انت بقيت تعمل زي اناس تكتب نصوص الاهرام على حجره الدفن؟ طب تعالى احنا بقى كمصريين ايه اهميه نصوص الاهرام بالنسبه لنا؟ السؤال ده مهم. قال لي نصوص الاهرام دي اهميتها بما تفسر لانها امدتنا بالكثير من المعلومات المهمه. يعني ايه امدتنا؟ يعني خدنا منها معلومات كتيره عن ايه؟ عن المعتقدات الدينيه للمصريين القدماء. ايه المعتقدات؟ يعني الدين بتاعهم كانوا بيفكروا بيه ازاي، في ازاي، فاهم؟ يبقى يا مستر اهميه نصوص الاهرام تاني كرر معايا عشان التكرار بيفيد الشطار، ها مش الحمار. ماشي، لانها امدتنا بالكثير من المعلومات المهمه عن المعتقدات الدينيه للمصريين القدماء. كده عرفنا اهميه نصوص الاهرام. مستر ده كده الاسره الخمسه خلصت. طب عصر الدوله القديمه كام اسره؟ قلت له 6 اسرات. طب فاضل الاسره السادسه. قال لي بقى يا مستر في الاسره السادسه بدات تضعف عصر الدوله القديمه. بص كده، نهايه عصر الدوله القديمه. ايه اللي حصل؟ في نهايه الاسره السادسه كان ماسك ملك اسمه ملك بيبي الثاني. بيبي كده مسك الحكم وعنده 6 سنين، فسميناه الملك بيبي الثاني. قال يا مستر في اخر عهده تدهورت احوال مصر الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وعامه الفوضى. يعني الدنيا كانت خربانه في البلد ايام الملك بيبي الثاني دوت. طب بما تفسر ليه يعني الدنيا خربانه يا مستر؟ قال لي بص يا سيدي، اولا ضعف السلطه المركزيه وازدياد نفوذ حكام الاقاليم. يعني ايه كلمه ضعف السلطه المركزيه؟ السلطه المركزيه اللي هي الملك ضعف. ومين هم حكام الاقاليم؟ اللي هم زي المحافظين دلوقتي. فتخيل المحافظ هو اللي بيحكم البلد ورئيس البلد ما بيحكمش. فقال لي يا مستر توقفت اولا ضعف السلطه المركزيه اللي هو الملك، وازدياد نفوذ حكام الاقاليم، يعني حكام الاقاليم هم اللي بيحكموا البلد. 2 توقف الحكومه عن تنفيذ المشروعات الاقتصاديه. الحكومه ما بقتش تعمل مشروعات قوميه، ولا بيعملوا سدود، ولا بيعملوا ترعه عشان تزرع الارض، ولا بيبنوا معابد. توقف حركه المشاريع الاقتصاديه. ثالث حاجه زياده الاعباء على كاهل الفلاح المصري. قال لي يا مستر كاهل الفلاح المصري يعني ايه كاهل الفلاح المصري؟ يعني الفلاح بقى يعاني كتير جدا في فتره حكم الملك بيبي الثاني ده. طب ايه اللي حصل؟ مما ادى الى قيام المصريين بثوره عارمه، ثوره كبيره جدا اسقطت عصر الدوله القديمه. وانتهى معانا عصر الدوله القديمه يا مستر. تعال نشوف بقى عصر الضعف، عصر الاضمحلال.
عصر اضمحلال يعني ايه عصر اضمحلال؟ عصر اضمحلال يعني عصر الضعف يا مستر، هنعرف له تعريف دلوقتي، بس تبقى فاهم ان البلد كانت ضعيفة. البلد كانت ضعيفة يا مستر. طب تعالى نشوف. قال لي العصر دوت بيشمل من الأسرة السبعة للأسرة العشرة، يعني 7 8 9 الأسرة العشرة، دول كده الأسرات الحاكمة في العصر الضعف من السبعة للعشرة. طب يا مستر يعني إيه عصر ضعف؟ يعني إيه عصر الإضمحلال؟ قلت له تعالى تعالى بص، هي فترات زمنية في التاريخ المصري القديم. هي فترات زمنية في التاريخ المصري القديم. تعال أكبرها لك شوية. أي فترات زمنية في التاريخ المصري القديم. مالها الفترات ديت؟ سادت يعني انتشرت. سادت فيها البلاد حالة من ضعف سلطة الملك، إن الملك كان ضعيف، والحكومة المركزية برضك الملك واللي بيحكموا معاه كانوا ضعفاء، مما أدى إلى وانتشرت فيها الاضطرابات يعني عدم الاستقرار السياسية والاقتصادية. تاني يا مستر، تاني. يعني ايه عصر الاضمحلال؟ يعني ايه عصر الاضمحلال؟ قلت له هو فترات زمنية في التاريخ المصري القديم مالها سادت فيها البلاد حالة من ضعف سلطة الملك والحكومة المركزية. قلت له طب ايه اللي هيحصل لما الملك يبقى ضعيف والحكومة المركزية ضعيفة؟ قال لي انتشرت فيها اضطرابات سياسية واقتصادية. طب حلو، ده كده عصر الاضمحلال. ما المقصود بعصر الاضمحلال؟ تعال بقى نشوف عصر الاضمحلال اللي هو من الأسرة السبعة والثامنة والتاسعة والعشرة. ماله ده بقى؟ أولا تعرضت البلاد للانقسام. انقسام يعني كنا مملكتين الشمال والجنوب والملك منا وحدنا، رجعنا انقسمنا من تاني. والغارات الخارجية. كلمة الغارات الخارجية يعني يا مستر الناس بقت تيجي علينا وعايزين يحتلونا، ما احنا بلدنا كانت ضعيفة في الفترة دي. وتوقفت حركة البناء والتطور الحضاري. لما البلد تبقى ضعيفة هتلاقي بنعمل مشروعات وكده؟ لا طبعا. طب حلو قوي. قال لي يا مستر استمر هذا الضعف حتى ظهرت الأسرة ال11 وأعادت البلاد لوحدتها من تاني. لما الأسرة السبعة والثامنة والتاسعة والعشرة كانوا أسر ضعيفة بيحكموا البلد بس ضعفاء، ظهرت الأسرة ال11 ورجعت البلد قوية من تاني. وعشان كده يا مستر هنبدأ عصر جديد هو عصر النهضة، اسمه عصر الدولة الوسطى، وده عنوان الدرس الثاني. تمام. قال لي يا مستر عايزين نعرف بقى علاقة علاقة مصر الدولة القديمة بأفريقيا. كان يعني احنا أيام عصر الدولة القديمة ده البلد بتاعتنا كانت عاملة ازاي؟ قلت له تعالى نشوف. قال لي اهتم مملوك عصر الدولة القديمة باكتشاف القارة الإفريقية وتأمين الحدود الجنوبية، كما اهتموا بفتح طرق للتجارة مع الشعوب القارة. اثبت لي ان ملوك هذه القاره بدأوا يعملوا تجاره مع الدول اللي جنبنا ويأمنوا الحدود الجنوبيه. قلت له تعالى اثبت لك. تعالى، ما احنا قلنا دلل يعني ازاي او اثبت. تعالى اثبت لك. حيث ارسل ملوك الاسره الخمسه والاسره السته الرحلات التجاريه والاستكشافيه لقاره افريقيا، زي الرحاله حرخوف نحو الجنوب في افريقيا، اللي هو عمل 4 رحلات نحو الجنوب. فقال لي ده في عصر الأسرة الخمسة والستة يا مصر. طب حلو. وسادت، يعني قلنا سادت يعني انتشرت الصداقة والتعاون والتبادل الثقافي مع علاقة مصر بأفريقيا. يبقى في عصر مصر القديمة يا مستر كان لنا علاقات كويسة مع الدول الأفريقية، نتواصل معاهم. طب حلو ده. إيه بقى مظاهر تأثر؟ كلمة مظاهر تأثر ديت يعني تقليد. تأثير أو تأثر يعني تقليد. كلمة تأثر دي بيقول لك مظاهر تأثر أفريقيا بالحضارة المصرية. إيه ده؟ هما بيقلدونا يا مستر؟ أيوة يا ابني، ما أنت حضارة عظيمة يالا. أنت مستقل بنفسك يا ولا؟ ده حضارة عظيمة جميلة جدا لحد الآن بنكتشف فيها أسرار كتير. تعال أقول لك الأفارقة بتوع أفريقيا قلدونا إزاي؟ يلا بينا. قال لي يا مستر حيث انتشرت المعبودات المصرية في أنحاء أفريقيا زي الصقر حورس. ده معبود كانوا بيعبدوا المصريين اهو. طب مستر هو مين اللي قلدنا في عباده صقر حورس؟
دولة أوغندا. بص كده، بص أنحاء أفريقيا الذي كان شعار الملوك في دولة أوغندا، ملوك أوغندا. يبقى ملوك أوغندا قلدونا في عبادة المعبود حورس. طب حلو. وانتشرت بعض العادات المصرية الأفريقية مثل التحنيط. إيه ده؟ التحنيط اللي احنا بتاع المصريين، في ناس تانية كانوا بيقلدونا فيه. ايوه، عارف مين؟ امراء الكونغو، مع انهم ما كانوش عارفين سر التحنيط. تعال نشوف كده اهو. حيث انتشرت بعض العادات المصريه بين الشعوب الافريقيه مثل التحنيط، حيث تم بص تحنيط جثث ملوك وامراء الكونغو، وان لم يعرفوا اسرار التحنيط كامله، حتى ما يكونوش عارفين اسرار التحنيط. طب حلو. اخر حاجه انتشار الالات الموسيقيه في غرب افريقيا. رحنا غرب افريقيا لما بيقول لك ايه؟ انا بشحت بالجيتار. انا عارف يا مازن يا محمود، انت ايه بتقولها في الحصه حلوه قوي. انا بشحت بالجيتار. ماشي، المهم يعني. يبقى يا مستر 3 حاجات قلدونا فيها. اول حاجه عباده الصقر حورس. ده مين دول؟ ملوك اوغندا. طيب تاني حاجة التحنيط. مين دول؟ ملوك وأمراء الكونغو. تالت حاجة انتشار الآلات الموسيقية. فين دي يا مستر؟ في غرب أفريقيا. كده يا مستر هيبقى خلصنا الدرس الأول بتاعنا. وزي ما انت عارف، لو وصلت معانا هنا من الابطال اللي وصلت معانا لحد اللحظه ديت، عايز اقول لك ان انت من الشجعان يا ابني اللي ان شاء الله هتقفل الدراسات. وطبعا لو انت من الابطال ولحد هنا استمريت، لو ناس تعمل لايك، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. وفي الاخر بقول لك مع مستر سيد سليمان، الدراسات في امان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.